اللي أنا عايزة أقوله لِك إنِّك لازم وضروري إنِّك يكون ليكِ مساحتِك الخاصة في الحياة. يعني ما ينفعش إن أنتِ تكوني طول حياتِك عايشة فقط عشان اللي حواليكِ. أنتِ فين؟ إمتى هتعيشي لنفسِك؟ إمتى هتتكلمي في اللي أنتِ نفسِك تقوليه؟ إمتى هتبقي مبسوطة؟ لازم تدّي مساحة لنفسِك ولو حتى مساحة بسيطة من الحياة، بس بتبقى بتاعتِك أنتِ لوحدِك. على فكرة دي ممكن تبقى بأبسط حاجة، مكان قريب منِّك تعرفي تقعدي فيه لوحدِك، تمسكي كتاب، تشربي كوباية قهوة على روقان. أنتِ فين؟ أنتِ حياتِك فين؟ أنتِ فين؟ أنتِ ليه في الحياة داخلة في الحياة ومطحونة لدرجة إنِّك حتى نفسِك مش عارفة تعيشيها، حياتِك مش عارفة تعيشيها. طب أنتِ لو ما عشتيش دلوقتي هتعيشي إمتى؟ هو ده السؤال، هتعيشي إمتى؟ بس اقفي كده مع نفسِك واسألي نفسِك هتعيشي إمتى؟ هتتعلمي إمتى؟ هتعملي حاجة بتحبيها إمتى؟ عيشي، لأن الحياة هي مرة واحدة على فكرة، مش هتتعاش غير مرة واحدة. فحاولي إنك أنت تعيشي، ابعدي عن الاكتئاب، ابعدي عن الزعل، ابعدي عن أي حاجة وحشة، هتلاقي إن في حاجات كتير قوي بتحصل لك حلو.